السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير. 3-0. 3-0 الأردن. هو مش ازدراء الأردن، الأردن فرقة محترمة وجميلة. بس زي ما قلنا، هو بقالنا سنة بننفخ في قربة مقطوعة، بقالنا سنة بنقول إنه الكرة في مصر هي محسوبيات، بشوات. شخلل عشان تعدي، ادفع عشان تروح، هات عشان مش عارف ايه. بصوا يا اخوانا، الكورة مش يعني. الفيديو بتاع امبارح كنا بنتكلم ان المنتخبات المصريه، اولا ليه منتخب مصر الاول ما لعبش؟ وانا بقول لك هو ما كانش هيحصل فرق كبير يعني. بص، لو منتخب مصر النهارده كان بيلعب كان هياخد 3-0 برضه. ما اصل احنا قرعه كاس العالم المجموعه بتاعتنا سهله. والله العظيم مجموعتنا سهله عشان احنا فيها. عشان احنا فيها يعني نيوزيلندا اصعب مننا. فانت متخيل مثلا الايرانيين دلوقتي زعلانين ان منتخب مصر معانا، منتخب مصر القوي. يا راجل ده اتفرج على الماتش. تخيل لو مجموعتنا مجموعه كاس العالم دي فيها الاردن، حضرتك عامل ايه دلوقتي؟ حضرتك اخبارك ايه؟ مش البرازيل ولا السويد ولا الدنمارك ولا ايطاليا ولا المانيا، لا 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 لا. الاردن. الاردن. ليه؟ لان الكره في مصر هي للاسف الشديد يعني بيقودها هاني ابو ريده، بيقودها وزير شباب مش مهتم بالرياضه والشباب والرياضه. لعبتنا بتوع المصارعه بيسافروا ما بيرجعوش، لعبتنا في البينج بونج بيتضربوا في الملعب عشان رئيس الاتحاد لا 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 لا. يا اخوانا ما فيش رياضه في مصر. الرياضه في مصر عايمه في فساد. الرياضه في مصر عايمه في فساد واضح واضح. كابتن محمود الخطيب اكبر دليل على الفساد في مصر. اللعيبه اللي بيشتريها، لعيبه مصر عايزه كام؟ 100 مليون، 50 مليون، 70 مليون. طب اكرم توفيق ماله؟ ماله اكرم توفيق؟ هو كابتن احمد حسن ايام يعترض ليه على الحكم في ضربه الجزاء الاخرانيه؟ هو كابتن احمد حسن بيعترض على ايه؟ ده الراجل. يا نهار اسود يا جدعان، انا مش مصدق نفسي. انا مش مصدق نفسي ان احنا وصلنا للوضع اللي احنا فيه ده. بس الوضع اللي احنا فيه ده جه امتى؟ هقول لك. جه لما نادي عريق زي نادي الاسماعيلي انتهى، اتدمر. جه لما نادي زي النادي المصري اتحجم بقى يلعب في حتة تانية غير ارضه عشان حصل مأساة. صح، الست عاقبت بلد. جه لان انت مهتم قوي بنادي واحد. هو نادي واحد اللي هيلعب، هو نادي واحد اللي هيمثل مصر، هو نادي واحد اللي هيتأجل له كل المباريات في مصر، هو نادي واحد اللي ممكن نلغي له الدوري. انت متخيل ان انت عندك كاس مصر بيتلعب بتاع السنه اللي فاتت يعني؟ انت متخيل ان انت عندك في مصر هنا الدوري 21 فريق، 21 فريق. اقسم بالله ما حصلت في العالم، انا بقسم بالله. بس انا مش عارف. بس يعني اكيد الدوله اللي عملتها دوله مش عارف ايه. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الناس اللي ماسكه الكره في مصر دي؟ ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ هو الزمالك راح فين؟ الزمالك الملكي انتهى، اتدمر، خلاص ما بقاش فيه. اسماعيلي راح، خلاص. السويس راح، الكروم راح، الاولمبي راح. عشان ايه؟ عشان شويه فرق هتيجي تخدم فريق واحد. يعني احنا شغالين كلنا في مصر كده بنعمل ان عندنا كوره عشان فريق واحد، ندي كل اللعيبه اللي فيه، ندي كابتن مش عارف إيه زيزو نديله 100 مليون، كابتن مش عارف ايه ندي. والفرق التانيه مستحيل تشتري بالاسعار دي. فالكابتن محمود الخطيب مع هاني ابو ريده مع عياد، الناس دي دمرت الكوره في مصر. وملهاش قومه. يا ريت الكرة في مصر ليها قومة. الكرة في مصر ملهاش قومة. ليه؟ لأن خلاص احنا عندنا كابتن محمود الخطيب، النادي الأهلي بيمثلنا في كأس العالم. طب أنا أقول لك حاجة، واحنا بنلعب الأردن وبنتغلب 3-0 هيكون عندنا حجة لذيذة قوي. أصل احنا بنلعب بالمنتخب التاني. طب المنتخب الأولاني فين حضرتك؟ معلش. المنتخب الأولاني فين؟ بيستعد لنيوزيلندا، بيروح يلعب مع فرقة طائر البطريق النيوزيلندي عشان نستعد ونتدرب على فريق نيوزيلندا. طيب، بيتدرب عشان نروح نستعد في بطولة افريقيا. يعني احنا جات لنا بطولة زي كاس العرب دي اللي المستويات فيها محترمة، فرق محترمة، فيها فرق زي المغرب رابع عالم. لا انا مش هلعب، انا هلعب بالفريق التاني. بناء على ايه؟ مين اللي قرر القرار ده؟ كابتن حسام حسن؟ كابتن حسام حسن؟ كابتن حسام حسن؟ حسام حسن هو اللي بيدير الكرة في مصر؟ ولا هلا ابو ريده؟ ولا وزير الشباب والرياضة؟ ولا مين؟ ولا حسين لبيب؟ مين اللي بيدير الكرة في مصر عشان يقول ان احنا نروح نتهزق ونتبهدل بالشكل ده؟ منتخب مصر يا اخوانا اللي كان بيلعب البرازيل، البرازيل بتغلبه بالعافيه 4-3. منتخب مصر اللي غلب منتخب ايطاليا. منتخب مصر بتاع كابتن حسن شحاته اللي خد 3 بطولات لافريقيا ورا بعض. منتخب مصر اللي النهارده لما هيروح يلعب في بطوله افريقيا احنا هنبقى مسخره الفرق.
هيتضحك علينا. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ لإن في فساد رياضي، لإن في نادي أوحد بيتعمل له كل الحساب. إحنا بُص الأهلي، إحنا هنروح نلعب بالأهلي. طب أقول لك حاجة، أنا كزملكاوي باقول لك العبوا بالأهلي بلاش تهزيق، روحوا العبوا بفرقة الأهلي، شيلوا منها الكام لعيب والّا جنسوهم، جنسوهم، جنسوهم وخلّوهم يلعبوا باسمنا. إيه القرف اللي إحنا فيه ده؟ منتخب الأردن يا إخوانا، مصر كانت على فكرة منتخب الأردن عادي جدًا بيتغلب من إيران. شُفت منتخب الأردن اللي بهدلنا ده؟ عادي جدًا بيتغلب من إيران، عادي جدًا بيتغلب بال4 من إيران، عادي. لو معانا في المجموعة بتاعة كأس العالم فرقة أوزبكستان، حضرتك إيه أخبارك؟ مبسوط معانا؟ منوّر، منوّر والله. يا إخوانا فعلًا إحنا المجموعة بتاعتنا في كأس العالم سهلة بجد لإننا موجودين فيها. إحنا أسهل فريق في العالم. إحنا فريق لو كاب فيردي ركّز معانا هيغلبنا عادي. على فكرة إحنا في البطولة اللي فاتت لمّا كنا أحسن من اللي إحنا فيه ده، إحنا بطولة أفريقيا اللي فاتت لمّا كان عندنا مدير فني قوي واقف على الخط، إحنا كنا أحسن من اللي إحنا فيه ده. إحنا اتعادلنا 3 تعادلات، 4 آسف، 4 تعادلات، دخل فينا 8 تجوان في 10 أيام. إخوانا كورة مش كده، كورة قوانين ونظم وإدارة ومعلومات ورياضة وأخلاق وأدب وما فيش فساد. مش كده يا إخوانا، إخوانا الزمالك بيروح في داهية، الزمالك راح يا إخوانا. الزمالك الفريق التاني في مصر اللي هو كان بيطلع لك 6 و7 لعيبة، لما يتجرأ واحد زي حسام حسن، اقسم بالله حسام حسن ده يلا مش عايزين نقل ادبنا. حسام حسن لما يتجرأ على الزمالك ويخلي منتخب مصر يلعب من غير ولا لاعب في الزمالك، حسام حسن اللي جه مدير منتخب مصر اللي رفع فانيلة الاهلي. هي دي الكرة في مصر، هي دي وتدار كده، الواحد يرفع فانيلة فريق فيبقى مدير فني. طيب استقروا واستمروا على اللي انتوا فيه، ورونا هتعملوا ايه.